مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. القوات المسلحة الملكية بدأت فعليا في التحرك نحو المنطقة العازلة، لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل كشفت مجلة إفريقيا المتخصصة في الشؤون الأفريقية أن القوات المسلحة الملكية بدأت فعليا في التحرك نحو المنطقة العازلة قرب الحدود مع موريتانيا. وقام الجيش المغربي بحشد قواته وترسانة كبيرة من الأسلحة في منطقة أغونيت التابعة لإقليم أوسرد بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية. ووفق المصدر ذاته فإن الهدف من هذا التحرك هو إنشاء الطريق لمبادرة الوصول إلى المحيط الأطلسي لدول الساحل من خلال سد الجدار الرملي وإنشاء موقع حدودي جديد في شمال موريتانيا.